حياكم الله مشاهدينا، صباحكم الله بالخير من جديد وين ما كنتوا. اكيد اليوم اثقلت عليكم لان الزملاء اليوم جمعه اكيد ظروف يعني اصابتهم، وصلنا لكم الى اخير فقره من فقرتنا اليوم اللي هي سبوت لايت. راح نتحدث عن موضوعة الشعر الشعبي. ضيفنا خفيف دم جدا، مميز جدا من خلال كتاباته، مميز جدا من خلال دمه اللي مثل الشربات مثل ما يقولون اخواننا المصريين. اذا باسمكم ارحب بضيفي الشاعر الاستاذ الشاعر الشعبي محمد صبري الرباعي، عضو الاتحاد العام للادباء في العراق. اذا باسمكم ارحب بضيفي الاستاذ محمد الرباعي. صباح الخير عليك. صباح النور، الله يخليك استاذ. شلونك؟ سعداء جدا ان تكون ويانا اليوم، وانا اكون سعيد ولطف صباحنا ان شاء الله بحضورك. ان شاء الله ان شاء الله. انا بالبدايه احب ان اقدم بيت من الابوذيه. تفضل. اقول ربينا صغار وببغداد عشنا، بنص دجله وفرات النصب، عشنا غدتنا الرصافه كرخ عشنا، ونخلص الليل نتسامر سويه. الله الله، يا سلام على الكرخ والرصافه. ان شاء الله بغداد والعراق كله بامان بامان ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بالبدايه نحب ناخذ سيره ذاتيه عن حضرتك، تعرفنا بنفسك بشكل اكبر، وللمشاهد الكريم ايضا راح احاول استقبل اتصالاتهم ومشاركاتهم، ممكن يشاركونا ويداخلونا ان شاء الله بجلستنا ان شاء الله. الاسم محمد صبري الربيعي، مواليد 72. ما شاء الله، صغير بعدك. متزوج، معود بشيبين. ايه بس صغير يعني، اشوف انه صغير بعيونك، انت عيونك الديزاين مو نفس انت عيونك صغار، شوفنا صغار. انا عيوني صغار. ايه نعم. مواليد 72، متزوج، عنده ولد واحد الله يخليه لي ان شاء الله، عمره 3 سنوات ونص، اسمه كرار. الله يحفظه يا رب. ابو كرار شقيق الى 5 بنات والى 2 اخوان، ابن عائله بسيطه. نشأت وتربيت وكبرت في مدينة الصدر، وأنا شرف أن أكون ابن مدينة الصدر اللي خرج من عندها الفنان والرياضي والكاتب وكل أطياف المجتمع وكل المهن، هو بذرة من بذور مدينة الصدر. إذن هي مدينة العطاء، خلينا نقول، اللي خرجت الكثير من الاختصاصات إن شاء الله. نعم. أستاذ محمد، بالبداية أكيد بعد أن عرفنا السيرة الذاتية والسي في لحضرتك، نحب نعرف بداياتك مع الشعر، كيف نشأت، كيف حاولت أن تستذوق الشعر وأن تستلهمه؟ في بداية طفولتي من وعيت للدنيا شفت مكتبة في داخل بيتي نعم. اللي يمتلكها والدي الله يحرسه ويخليه. الله يحفظه لك يا رب. تحتوي على كتب ثقافية واجتماعية ودينية، وأول ما أوصاني به أقرأ، حيث يعني خلفت معلومة ببالي، قال لي هو حبيب الله محمد رسولا جل وعلا. نعم. أول ما أنزل عليه الوحي قال له أقرأ. نعم. فخلى في طابع في داخلي أن القراءة هي مبدأ أساس للحياة. فطفولتي قام يشجعني القراءة، بحيث يشجعني أن يكون صديق لي ويناقشنا عن الكتاب اللي أقراه. وأتشرف أن أحد طلاب الابتدائية اللي كنت أطلع بالمدرسة، يعني كان عندنا مدير الله يسلمه إن شاء الله إذا كان عدل، والله يروح مدامات، أستاذ خميس مدير للمدرسة، كان يطلعني بالاصطفاف، يعني حتى أقرأ الجريدة لكون عندي فد نوع من الإبداع الداخلي، الاستهواء للقراءة. نعم. إذا نصبح على الأستاذ صبري الرباعي ونقول له صباح الخير عليك. الله يخليك. صباح الخير عليك عمو صبري. طبعا إن شاء الله هو يشوفنا. تحياتنا إلى كل عائلتك الكريمة اللي خرجت أستاذ مثل الأستاذ محمد، أكيد هذا بجهودك الحثيثة ومتابعتك للحضارة. وأشكرك نيابة عنك. شكرا لك. فوصلت إلى مرحلة المراهقية، فذهب اتجاهي إلى قراءة الكتب الشعرية، والكتب الشعرية لشعرائنا الكبار من أمثال إسماعيل قاطع وكريم راضي العماري، كان عندهم كتاب، وأول كتاب لهم يعني اسمه دموع، اللي أتذكر بعض الكلمات منه الشاعر كان إسماعيل قاطع يقول وانتهينا وانتهى ما ينتهي وخلص حكينا. المهم فبديت أتجه إلى هذا الشيء، والحافز واللي شجعني هو علاقات الحب، يعني المراهقية دخلت في مرحلة حب، فالحب هو اللي شجعني أن أكتب، إضافة إلى الصديق، يعني كانوا إلي أصدقاء
من لهم اذن موسيقيه ويشوقون ان يسمعون ما اكتب. كان اكو الم بالحب؟ هو لازم الم، لولا الالم ما ننتج، ما تولد الابداع، شيء. ما تولد الابداع ان شاء الله. زين اللي تحبها حصلتها ولا لا؟ والله في اول كتابه الي هي للحب قلت وانتهينا، عفوا هاي دنيا شلون دنيا، هذا عباره عن نص غنائي. هاي دنيا شلون دنيا بيها لوعات وونين، هاي دنيا شلون دنيا بيها حرمان السنين، الاخو ناكر اخيه والعشق صاير بليه والقلب دومه حزين. هاي دنيا يلي قلت يل حلفتي له وقسمتي ارد اسيلك وينك انت، شو تركتيني ورحلتي جيت اذكرك باليمين. هاي دنيا وبيها حاير من الصغر مهضوم خاطر، اسالك كم دور صابر وعالدرب عيني تناطر والوقت عدى بونين. هاي دنيا شلون دنيا بيها حرمان السنين. الله 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 يخليك. جميل جدا. هذه أول كتاباتك. أحب أسألك عن فتحت موضوع الحب وأتمنى أن أخوض به بشكل أوسع. إن شاء الله. باعتقادك ممكن الإنسان يحب ما بعد الزواج؟ يعني مرحلة الحب ممكن أن تتوقف عند الإنسان لو ممكن أن تكون بها عطاء مستمر وتستشري إلى نهاية العمر؟ الإنسان بلا حب بلا حياة. الحب موجود مو بس عند الإنسان، موجود حتى عند الحيوان، عند النبات، عند الأرض، فالحب موجود. زين، إذا تزوجت واحدة عن حب واقترنت بها، زوجتي هي كانت عن حب ممكن تحب من بعدها؟ مستحيل. أنا هذا اللي أقصده. الإنسان يتوقف عند مرحلة الحب أم ممكن أن يحب أكثر؟ لا، هو الحب عبارة عن، يعني أنا أتصورها هي حياكة للحياة، فايش قد ما تحوك ايش قد ما الحياة تطول. يعني أنا يمكن أحس عمره راح يصير أكثر من ما أنا أتصور لكون موجود في داخل الحب. فالحب ما أقدر يعني أنتزعه، فالشيء ملبوس يعني. انزين، يقولون إنه الحب يقتل الزواج أو ينهي الزواج. لا بالعكس الزواج هو مثل ما يقول الشهادة مال الحب. شلون الطالب بيدرس بداية المدرسة إلى أن يوصل أخير الامتحانات ويعطوا شهادة أنت ناجح. فالحب الزواج هو شهادته. شهادة يعني احنا إذا نرجع للعشاق اللي معروف عنهم بالتاريخ، عنتر رسب بالحب. ليش؟ لأن ما وصل للهدف اللي يريده. لأن هو شنو الهدف؟ الهدف من الحب أن تكون ازدواجية بين شخصين. فإذا ما تكون هاي الازدواجية مرتبطة فشل الحب، يعتبر عن نزوة. نعم. ليش؟ لأن الحب خالد. انزين، احنا قاعدين بجلسة صباحية اليوم. نعم. ومشاهدين اكو امامنا. نتمنى ان نسمع شيء عن الحب يهيج كل مشاعر الحب عند الناس. اعظم ما كتبت ادي وصف للحبيب، اقول قعدت الوحدة سولف بيك واتخيل اوصافك. قعدت الوحدة سولف بيك واتخيل اوصافك. جميل انت وقلت خسران هذا القلب لو عافك. بديت بشعرك السايل طويل اسود ومقلم تقلم، الجبين ابيض ورفيع الحاجب يسلم، العين وسعة والرمش ميال، بيه الكحل ربان ويسحر الخيال، الخشم لوزة والخدود ورود، ويدورة حنش والحلق مسدود، الطول كلش حلو يصرخ حطنا على يمناك، ويتباهى بيك البشر من يمشي وياك. الكتف كتف النسر من يوقف على الراك، والقلب عند الوفد كل لحظة يشتاق. الايد مثل الشحم واحلى من الاسوار، صنعوه من الشبه والذهب منه يغار. الصدر نور الشمس وبيه قلادة تتباهى، حرفين بيه انكتب والقلب وياها، والخصر باقت ورد وبربطة مشدودة، والسيقان حلوة اش كثر بالمشي محدودة. الخصر باقت ورد وبربطة مشدودة، والسيقان حلوة اش كثر بالمشي محدودة، والعقل بيه العلم ويتفنن بفكره، والروح تندهله وتحب فلا تكره، والحلق ينقط عسل،
محمر بلا حمره، وسنونه يضون ضوي خلي أمر وأنا بأمر. الله وسنونه يضون ضوي خلي أمر وأنا بأمر. الله عليك، ما بقى شيء ما وصفت بوصف الحبيب أكيد. الحمد لله. التفاصيل جميلة جدا حاولت أن توضح بها جسد الحبيب وروح الحبيب أيضا. دمجت ما بين الروح وما بين الجسد من خلال قصيدة. شيء جميل. ليش تكتب شعر شعبي تحديدا؟ الشعر الشعبي هو جرح ما قرأت، وخاصة الشعر الشعبي لأن أجته الشيء الوسيلة يعني السهلة اللي توصلني بين المجتمع. يكون لغة سهلة سهلة ومقبولة، ومو شرط أن تدرس. يعني عندنا شعراء على الفطرة، نعم، أميين تشوفهم فطاحلة بالشعر. نعم. على طار الدراسة اكو مقومات ممكن ان يعني ممكن ان تقيد الشعر، مقومات ممكن ان يكتب بها الشعر تقيد الشعر. فشنو هي مقومات الشعر الشعبي باعتقادك؟ يعني كيف يكون الشعر الشعبي؟ الشعر الشعبي مستند على أوزان، يعني إذا مو وزن ما يعتبر شعر شعبي. يعني القصيدة إذا ما تكون موزونة ما تكون قصيدة. كل إنسان يقدر يحكي، والشعر عبارة عن كلام. نعم. كل إنسان يقدر يتكلم، بس أكو أوزان للشعر الشعبي. نعم. أنا إذا ما أستخدم هذا الوزن أطلع عن وزن، أما يكون زحف أما يكون قصر بالقصيدة. فلهذا حتى المتلقي ما صار عنده مثل ما يقول الإذن الموسيقية للاستماع فلازم يكون اكو نسق، لازم يكون اكو قافية. يكون نسق، اكو قافية. نعم. صدر وعجز. فهنا راح تتولد مشاعر ما بين الداخل والقلم بتجسيد الموضوع اللي بداخلك، اللي ترسمه في داخلك، وكأنما رسم لوحة. نعم. مثل الرسام. فاللوحة اللي بداخلك ترسمها عبارة عن كلمات مرتبة بوزن. نعم. إذا كانت خارج الوزن تكون مثل الصورة اللي مخربطة. زين. أستاذ محمد، يقال انه الشعر الشعبي يسمع والشعر الفصيح يقرأ. مو صحيح؟ باعتقادك انه اليوم لجوء الناس واستهواء الناس للشعر الشعبي لان هو سهل، خلينا نقول سهل الاستقبال اولا لكونه سهل الاستقبال. ثانيا الظروف اللي يمر بها المجتمع. يعني المجتمع احنا العراق دائما نشوف الحزن وراه، فلهذا يبحث من اللي ياخذه الى الشجن. فالشاعر الشعبي دائما نشوفه يميل الى النغمة الريفية البسيطة اللي بها شجن ان تأثر بالمقابل. زين. اريد اوصل الى نقطة ان شاء الله. ذكرنا انه هذا يسمع وهذا يقرأ. باعتقادك انه اليوم يستهوي الناس الشعر الشعبي لان هو سهل. اسهل من يعني ممكن اليوم انت تسمع اسهل من ما تقرأ. نعم. نتيجة على خلينا نقول انعدام ثقافي موجود بالمجتمع. واحد يسمع احسن مما يقرأ. لا، ما عندي وقت انه اقرأ لكن عندي وقت انه اسمع. حبيبي احنا وصل العلم الى ان يكون الانترنت والكمبيوتر تريد تتصفح نعم. اي شيء عن طريق الانترنت. نعم. بس اذا ترجع للاساس هو الكتاب ما ينسى. يعني هسه تطلع اليوم جمعة تروح للمتنبي تشوف قراء الكتاب اكثر من اللي يشترون ملابس. نعم. ليش؟ لان الكتاب مصدر رئيسي للحياة. ما تقدر يعني حتى اذا تخزنه في حاسوب ما تقدر. بالحاسوب احتمال تطلع عندك طفرة يضيع منك، بس الكتاب ما يضيع منك. تقدر تحمله في اي وقت. نعم. على طاري الكتاب كنوز الريف ايضا مجموعة لحضرتك. نعم. قيد ان شاء الله تحت التنظيم. ان شاء الله تحت التنظيم. وين وصلت بها؟ والله حاليا صار اتفاق. يعني هو المشكلة احنا دعم شخصي يكون. نعم. احنا الدولة ما قاعد تدعم، فالدعم شخصي. اتفقت مع احد المطابع ان شاء الله عن قريب، حاليا هو تحت التنظيف، وان شاء الله يعني بعد في الشهر شهر ونص يصدر وينزل بالسوق ان شاء الله، وبسعر بسيط. كم قصيدة يحتوي على ما يقارب 20 قصيدة و40 أبوذية، وما يقارب من 40 إلى 50 دارمي. كلها غزل واجتماعيات بها؟ لا تحتوي ما بين الشجن. نعم. يعني وبين الغزل للمرأة. نعم. وبعض القصائد يعني أنا نسمع شيء من هذا الديوان إن شاء الله. وأحب أنا سمعك يعني إحدى القصائد اللي راح تنزل بالكتاب اسمها توأم الجروح. ربا وياي الجرح وتقول خوان، من يوم المهد أسمع صرخته. ربا وياي الجرح وتقول خوان، من يوم المهد أسمع صرخته. أنا الأحزان بي وعمر خلصان،
والكاتب شعر خلاه نقص. مرة يقول جني، ومرة إنسان، ومرة يقول يعدي من لمسته، ومرة يقول وخر راكبة جان يضربك لو ردت توصل حضرته. ما لوم الأخذ من يم ديوان ومن نفتوك جرحي خط ورقته. ما لوم الأخذ من يم ديوان ومن نفتوك جرحي خط ورقته. خله يقول عنا اشكال والوان، لان ملك الحزن لفنة قرصته، ولا كان الوقت لوشة البطران، وطقان الدهر طقت علشته. حكى الناس تحكي تقول شيطان، لان شافه ورد نزل دمع. ما شفت الفرح قاعد بدكان، وانا الشراي جيته وردت نكته. ما شفت الفرح قاعد بدكان، وانا الشراي جيته وردت نكته. الشافك صدق يضحك وفرحان، الشافك صدق يضحك وفرحان، والضاقف اسئله شلون ضقته. الوانه ايش كثر عدتها يا فلان، صلب لو ماي شكله من لزمته. مليت الصبر والرايده الان، اللي يدلينا ابو سبص بقص. الله، اللي يدلينا ابو سبص. الله عليك، الله عليك. اشكرك. تاثرك باي شعراء خلينا نقول؟ تاثري بشعرائنا الكبار. احنا بالبدايه شعرائنا الكبار مع اعتزازي لهم الشاعر كاظم اسماعيل قاطع، والشاعر كريم راضي العماري، والشاعر مظفر النواب، والشاعر عريان سيد خلف، وكثير من شعرائنا الشباب يعني، والرواد اللي احنا الجيل نعتبر نفسنا الجيل اللي من بعدهم. الاستاذ الله يرحمه رحيم المالكي، والاستاذ سمير صبيح، عباس عبد الحسن، الشباب علم طشر، فاضل البيضاني، جبار رشيد يعجبك؟ جبار رشيد هذا صاحبنا جبار رشيد. يعني كثير انا يخلي يعذروني يعني اخاف ما اذكر اسماء، ولكن صورهم كلهم في عينه موجوده، وقصائدهم كلها بعت الاذانه. فشعارنا ما شاء الله يعني كثير، بس هي احنا عندنا فد موضوع دائما نشكيه، هو ماكو دعم وقله مهرجانات. بالفعل، بما انه هذا الشعر يستهوي طبقات كثيرة من طبقات المجتمع، بما فيها الطبقات البسيطة وبما فيها الطبقات الارستقراطية بالمجتمع، انه يستهوي هذا النوع، هذا اللون، هذا الفن من الكتابة. باعتقادك ليش ما متوفر لك دعم؟ يعني ليش المهرجانات قليلة؟ تقتصرون بالشعر في الامسيات الخاصة وفي دوركم اللي تعتمدون ذاتيا يعني على نفسكم في طباعتكم. انا شخصيا يعني افهم وزارة الثقافة. يعني اذا ترجع للخارج الدول العربية والأجنبية يهتمون بالشاعر. ليش؟ لأن الشاعر هو علم لهذه الدولة. يعني هسه إذا ترجع لأي مصري مثلا أو أي عربي السيلة تقول له منو وزير النفط العراقي، يقول لك ما أعرفه. بس إنه تقول له عدد لي بعض الشعراء، هو راح يعدد لك فلان وفلان وفلان وفلان. ليش؟ لأن هذا علم. هذا العلم المفروض أن يدار، يعني لازم هذا أداري. ليش؟ لأن هو الشاعر الشعبي دائما تلقاه انسان بسيط عديم الامكانيه، يعني ما عنده امكانيه ان يشتروا، ان يكتبوا، ان يصوروا، ان هذا كله يراد له مصرف دعم. فالمفروض كدوله او كوزاره ثقافه يعني تدعم هذا الشاعر. ليش؟ لان الشاعر عنده ابداعات بحيث الدعم مالها تقدر تفجر اكثر من الطاقه اللي موجوده عنده حاليا. فلو كان اكو دعم مادي اقدر انا كان لا اطبع لي كتاب، انا اطبع لي فد 20 كتاب. ليش؟ لان اكو ابداع في داخلي اريد افجره، بس ما كل يشجعني. وهو الدعم عباره عن كلمه عافيه. يعني الدعم المادي هو شلون العافيه. نعم. والعافيه دائما معنويه اكثر، معنويه، تزيد المعنويه في الانسان. يعني احنا ما احب ان اتهم احد او ما احب ان اوجه اتهام الى احد الوزارات، وانما اقول يعني احنا عراق خالي من المهرجانات. ليش؟ واذا كان مهرجان مختصر عن 10 اشخاص او 20 شخص، نعم، يعني احنا نحب ان يكون المهرجان مو يوم واحد. فالابداعات مضمومه خلينا نقول. خلي يكون المهرجان مو يوم واحد، فالدعم مادي من قبل الدوله او من قبل وزاره الثقافه ان يكون مهرجان سنوي. نعم. للشعراء الشعبيين في العراق، ان يكون المهرجان مو يوم واحد، ان يكون في 5 ايام حتى ينفتح المجال. لان انت عندك مو بس شعراء بغداد، عندك المحافظات. نعم. يعني اذا تجي للمهرجان تشوف حصة المهرجان 10 شعراء،
اثنين من بغداد او واحد من بغداد وواحد من الناصريه، واحد من العماره، واحد من الكوت. فالشعراء الباقيين ما ياخذون المجال. كيفية انتخاب هذول الاشخاص باعتقادك؟ احنا بالنسبه للاشخاص، هو بالنسبه قبل ليش اجيب واحد من بغداد؟ شنو اللي يميز هذا الواحد؟ مو انت حتى تعطي مجال، مو لازم تعطي مجال للمحافظات. يعني انا من اخلي ثلاثه مثلا شاعر شعب بغداد والناصريه ما بيها شاعر، هذا راح يعاتب. هذا الواحد يختاروا على اي اساس؟ على اساس احنا المهرجانات على اساس الصداقه، على اساس لا ما في الصداقه، لا ابداعك. اي ابداعك. احنا عندنا قرار، يعني دائما نحكي نقول هي المنصه تحكم. يعني احنا عندنا مثلا اذا ترجع للمحافظات، خاصه المحافظات الجنوبيه، يعني كلها شعراء. واذا ترجع للاصل هو انت شاعر من كثر الالام اللي داخلك. اكيد في بعض الحالات اكتب بس مهرجاناتنا مختصره على دعم بعض الوزارات. مثلا الوزاره الفلانيه اليوم عندها مهرجان، دعت الاتحاد ان يحضرون فد 4 شعراء 5 شعراء. ليش؟ احنا المفروض عندنا مهرجان سنوي ان يكون اقل شيء فد 5 ايام 6 ايام. نعم. ليش؟ حتى ينفتح المجال لكثير من الشعراء، خاصه عندنا شعراء شباب يعني هسه يعني يوصلون الى مرحله يكسر مثل ما يقول التلميذ يتغلب على المعلم. نعم. هو بس ما الى المجال، ما الى المجال المفتوح اللي يدخل نعم. في هاي المهرجانات. نعم. يعني من تجي للاتحاد، عندنا امسيات يقيمها الاتحاد كل سنه. يعني شوف شعراء ومو شعراء. نعم. استاذ محمد، الوقت بدا يداركني حقيقه، وصلنا وياك للدقائق الاخيره. يعني اعتقد انه نريد نسمع فرد شيء. انا اعتقد انه انت عندك اشياء غريبه، يعني تحاول ان تسمي اشيائك بمسميات، يعني مثلا بدلك او اشيائك الخاصه اللي بالبيت او فشنو هاي القصه يعني قبل لا اختم وياك؟ هي كل انسان يحب ان يسمي الشيء. يعني مثلا شلون الطفل يحب ان يطلع له دلع. فاكو اشياء عندي مثلا هذا قاط الوزير. اسمه قاط الوزير. ايه. لان هيك انيق وشيك. ايه قاط الوزير. لا هي تصدف الحاله، يعني مو تصدف الحاله. يعني عنده مقابله كانت استاذ بشكل سريع يعني الوقت سريع ان شاء الله. يعني كانت عندنا مقابله مع وزير التربيه. اعضاء الاتحاد، الاستاذ جبار فرحان رئيس الاتحاد، وامين سر الاتحاد عبد السلطاني، وكاظم عبد علي عضو المكتب التنفيذي. لبست هذا القاط. فهذا سميته قاط الوزير. هاي دعم البغداديه. دعم البغداديه اللي بعض المبلغ اشتريت قاط. فالقاط سميته قاط البغداديه. حلو. يعني حتى المره تقول هذا قاط البغدادي، شو طلع له قاط الوزير له قاط البغدادي. يعني له مسميات حلوه. اذا استاذ محمد ربيع اكيد كنا سعداء جدا بحضورك معنا. لك ممنون. الوقت بدا يداركنا حقيقه. ما حسينا انا جاي بالكم. ما حسينا حقيقه. ان شاء الله راح تكون لنا محافل اخرى ولقاءات اخرى اكيد. إن شاء الله. تحياتنا لك، تحياتنا الى اهلك والى والدك الكريم اكيد اللي وجهنا له تحيه. لك ممنون. وكل اصدقائك تحياتنا لك اخي محمد. انا اتشرف. اذا مشاهدي الكرام كانت لنا وقفه جميله جدا مع الشعر الشعبي وشاعرنا الشعبي الاستاذ محمد صبري الربيع، عضو الاتحاد العام للادباء في العراق. ما بقى لي الا ان انتقل للشيف سرمد واصبح عليه ونشوف